جسمك. ومحمد سعد غير جلده. ما تيجي نشوف. من بعد فيلم الدشاش محمد سعد غير جلده وخرج من عباءة الكاركترات وسوى يا جدعان فيه هو تعبان. محمد سعد ممثل تقيل جدا، انا يكفي ان هو اقول لك ان هو ممثل مسرحي اصلا. ففكرة انه غير جلده دي كلمة رخمة. الفكرة كلها ابتدت مع محمد سعد في فيلم الناظر مع حسن حسني واحمد حلمي وعلاء ولي الدين. الشخصية عملت بوم جامد جدا واستغلها محمد سعد والمنتجين. هل ده خطأ محمد سعد وخطأ المنتجين؟ مش هقدر انكر واقول لك لا، ولكن في وقتها انت لو تشوف فيلم الليمبي واللي بالي بالك وبعدها عوكل وكتكوت وبوحة والليمبي 8 جيجا في وقتها، انا ما بتكلمش عن النهارده، الافلام دي كانت مكسرة الدنيا. الكوميديا بتاعت محمد سعد في الوقت ده، انت بتتكلم مثلا من 2001 لحد 2008 او 2009، كانت مكسرة الدنيا. ما كانش فيه سوشيال ميديا وما كانش فيه افيهات ومواقف وما كانش فيه الكلام ده كله، فكان محمد سعد جامد قوي في الحتة دي. غلط منه انه ما هو كبش الزمن، مش هقدر انكر واقول لك لا. استغلال منتجين وهو راح معاهم في الحتة دي صح 100%. زيه زي احمد عيد. احمد عيد برضه من الناس اللي بتعمل البلاك كوميدي بطريقة تضحكك بدون ما يعمل أي مجهود. كوميديا الموقف هي جامدة عموما. وأحمد حلمي كذلك الأمر، أنت شفته في عسل أسود حاجة تحفة، في ألف مبروك جامد جدا، في مطب صناعي. فالفترة دي كان فيها كوميديا تقيلة. غلطتهم الوحيدة من وجهة نظري ومن وجهة نظرك أنت هتتفق أو تختلف، اكتب لي في الكومنتات، إنهم ما واجبوش كوميديا الزمن. يعني إيه كوميديا الزمن؟ انا لو قلت لك الافيه ده النهارده انت مش هتضحك عليه، بكره بالنسبه لك هيبقى اتحرق. فهي الفكره كلها انا ازاي استغل موقف واطلع منه افيه. احمد عيد فضل يحرق نفسه بنفس فكره البلاك كوميدي زي ليله سقوط بغداد، واحمد حلمي مثلا عسل اسود والف مبروك وغيرهم كتير. فانا لازم اغير عشان احس بتنوع، وخصوصا الاتنين او التلاته شاطرين في الدراما، عمل دور بيغير بيه جلده. مفيش جدال على كده. وشاطرين في الاختيارات بدليل ان كانوا بيشتغلوا مع كاست. في فيلم الليمبي ده كان معاك محمد سعد ومختار معاه حسن حسني، مختار معاه عبلة كامل. مع احمد عيد ساعتها كان طالع برضه في فيلم ثقافي كان معاه فتحي عبد الوهاب واحمد رزق، وبعدها في توفانيلا وكان معاه احمد السقا وكان معاه شريف منير. انسى بس تشترك في القناة بسرعة. فلا كانوا بيختاروا كاست ينجح اي حد. حسن حسني اصلا انت تحطه لوحده تضحك. اما بخ ده ليه معانا حكايات، انا اظن مواليد التسعينات هينبسطوا قوي لو شافوا الفيديو ده. ففكرة انك تقول ان محمد سعد غير من جلده دي لا، ما غير فكرة انا افضل ثابت مكاني، مش غير جلده ولا حاجة. لأن محمد سعد جامد جدا في كل حاجة زي ما قلت لك، تتفق او تختلف. وبعدين انت ما عملتش لايك وسبسكرايب ليه يا اسطى؟ يا اسطى انا عايز اوصل 50 يا اسطى، عايز ابقى بقول لك 50 اصلا، ما بقولكش 500. ما علينا، بس كده ده كان فيديو انا كنت عايز اوضح وجهة نظري فيه. بالنسبة لفيلم الدشاش لو انت عايز تشوفه، الفيلم حلو وهيعجبك لو هو انت بتحب النوعية بتاعت افلام مثلا زي اولاد رزق وزي شق وزي افلام محمد رمضان اللي هي فيها شوية اكشن لذيذ. وانت لو شايف كده اكتب لي في الكومنتات برضو. بس كده انا دي كانت وجهة نظري. عجبك بقى مش عجبك اكتب لي في الكومنتات، تختلف ما تختلفش، انا وانت واحد يا صاحبي.